مفيش القصه دي، مفيش العقوبه دي، لم يخرج القرار، لم يصدر القرار. وبعض المسؤولين اللي كلمناهم قالوا لنا نفس الكلام ده، ان هي لم تصدر العقوبه. لكن احنا من خلال بحثنا يعني علمنا انه خرج قرار لم يعلن بعد بايقاف كهرباء 8 مباريات، وستعلن العقوبه بعد مباراه الاهلي مع صن داونز، او ربما بعد مباراه الاهلي مع صن داونز والقطن الكاميروني. 8 مباريات دي ليه؟ بسبب طبعا القصه بتاعت مباراه الاهلي والزمالك اللي كهربا سجل فيها هدفا ضمن فوز الاهلي، واللي الزمالك قدم شكوى بسبب الفيديو اللي كان فيه بيغني مع جمهور الاهلي فيما اعتبره المسؤولون في الزمالك اساءه لنادي الزمالك. واتعمل تحقيقين، مره مع لجنه الانضباط السابقه ومره مع اللجنه الحاليه برئاسه المستشار عزت، وكانت التحقيقات لسه مكمله. خرج القرار ب8 مباريات ايقاف. المستشار عزت خميس لم يعلنها ولا لجنه الانضباط اعلنتها، لكن ده قرار موجود بالفعل بينتظر التصديق من اتحاد الكره المصري. هل هيكون قرار نهائي؟ لا. لما تخرج العقوبه ب8 مباريات ساعتها هيكون من حق الاهلي الاستئناف، فساعتها قد تقل العقوبه وقد تستمر كما هي عليه. 8-0 ليه واغتصب جمال علام ليلى. ما الرحمه حلوه يا عم. موضوع كهرباء الانباء متضاربه، بنقول لحضراتكم اللي حصل بالظبط. الانباء متضاربه في موضوع محمود عبد المنعم كهرباء. اللي اتقال واللي اتسرب انه تم الاستقرار على عقوبه لكهرباء 8 مباريات. ده اللي اتقال واللي اتسرب. طبعا عندنا فريق الاعداد اشتغل على اكتر من مصدر، سواء داخل لجنة الانضباط او داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. في لجنة الانضباط هناك من نفى نفيا تاما هذه العقوبة وقال ما حصلش، وهناك من اكد انه حدث وانه تم ابلاغ اتحاد الكورة بهذه العقوبة، وينتظر فقط لا غير اعلان اتحاد الكورة هذه العقوبة. حد مهم في لجنة الانضباط قال العقوبة صحيحة، وحد اهم في لجنة الانضباط قال العقوبة ما حصلش، واحنا لما هنصل الى قرار هنعلنه بشفافية، احنا ما عندناش حاجة نخبيها. حد مهم داخل اتحاد الكورة قال لما يصلنا اي شيء، وحد مهم ايضا داخل اتحاد الكورة قال سمعنا ما تردد زي ما انتوا سمعتوا بالظبط، لكن ما جالناش حاجة خالص. تحس ان كهربا ده بيعاملوه معامله مرات الاب، طلع بدور شاديه في مسلسل ولا فيلم نحن نزرع الشوك. رحمه يا عم.